فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد راحم المساكين وشفيع المذنبين. اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، ولا إعانة إلا بك، ولا اتكال إلا عليك. ادفع عنا كيد الحاسدين، واحجب عنا شرهم وضرهم. اللهم اصرف عنا كل عين حاسدة، اللهم اصرف عنا كل عين حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة مبغضة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر عيني إن لم يكن قلبي راض بقسمتك. وأعوذ بكلماتك التامة التي لا يضر معها شيء في الأرض ولا في السماوات، يا رحيم يا رحمن. اللهم امين لي ولكم والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. راجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد نبدا فيه بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى عندنا فيديو كده مطلب جماهيري، اخواتي وحبايبي كتير قوي طلبوه مني، وهو يا بنات ترتيب الدولاب. يعني عندك كده دولابك مكركب على طول، الهدوم في كل حته، مش عارفه تنظمي الدولاب، وكل ما تنظميه وترتبيه يرجع يتلخبط تاني ويبقى كله على بعضه. النهارده ان شاء الله هقولك على الخطوات البسيطه والسهله خالص اللي ازاي ترتبي بيها دولابك، يبقى شكله منسق كده وكل حاجه في مكانها. وهقولك كمان على الخطوات اللي تمشي عليها عشان يفضل الدولاب متنظم طول الوقت، واللي عايز حاجه ياخدها بمنتهى السهوله من غير ما الرف كله يتبهدل. يعني ان شاء الله النهارده كده هخليكي استاذه في ترتيب وتنظيم الدولاب. خليكي بقى معايا لاخر الفيديو ويفوتك حاجه، لان كل خطوه في الفيديو فيها حاجه مهمه ما ينفعش تفوتك. ويلا بنات بقى نشوف تفاصيل يومنا النهارده ونشوف الفيديو بتاعنا، وما تنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو منك كده وايه رايك في الفيديو. ولو انت اول مره بتشوفيني خدي جوله في القناه، ولو عجبتك القناه شرفيني باشتراكك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. وقبل اي حاجه كده يا بنات قلت افطر الاول كده واعمل كوبايه نسكافيه، وبعدين بقى ندخل على الشغل بتاعنا. ومبدئيا كده يا بنات طبعا عايزه افكركم برضو ان انا عندي فيديوهات قديمه من قبل العيد. يعني الفيديو بتاعنا النهارده نصه معمول اليوم ده، ونصه من تصوير اللي هو قبل العيد. يعني انا حابه ان انا اوضح لكم النقطه دي يا بنات. هتلاقي نص الفيديو زي ما قلت لك كده كل تطبيق الدولاب والادراج وتنظيم الدولاب كله ده متصور قبل العيد. بالنسبه للفطار والغدا ده متصور النهارده، تمام يا بنات؟ عشان المصداقيه بس. زي ما انتم عارفين انا يعني صورت قبل العيد بس ما كانش عندي فرصه ان انا انزل الفيديوهات. المهم طبعا ان احنا نستفاد. وكمان انا قلت فرصه عشان اخواتي وحبايبي اللي طلبوا مني ترتيب وتنظيم الدولاب وطريقه تطبيق الملابس يعني. فقلت بقى فرصه ان احنا طالما كده كده هنشيل اللبس الشتوي وهننزل الصيفي، فاصور معاكم طبعا. وغيرنا المفارش بقى ان شاء الله، فيديو ممتاز جدا وهيعجبك وهتستفادي منه كتير جدا النهارده. اهم حاجه بس ما تنسونيش باللايك يا بنات. وتعالوا بقى ندخل على اوضه النوم ونشوف المهزله اللي موجوده. زي ما انتم شايفين يا بنات، بصوا بقى كان الصيفي على الشتوي. طبعا انا حاطه ديب فريزر في اوضه النوم، فكنت بصوا عامله زي ترابيزه كده. بحط بقى عليه الايه الهدوم. اول حاجه طبعا انا شايله عندي اللبس الصيفي كله في ضرفه في الدولاب من فوق. يعني عندي الدولاب اللي هو اللي فيه ضرف من فوق، فكنت شايله الصيفي كله فوق. فبدات الاول ان انا انزل الصيفي وافضي الضرفه خالص عشان ابدا ان انا اشيل الشتوي. وده كده يا بنات شكل الدولاب عندي قبل الترتيب. طبعا انت ممكن تشوفي ان هو مترتب ومتنظم، لا طبعا انا يعني هو بالشكل ده عشان انا ايدي فيه على طول باستمرار. بس برضو بعد الترتيب وتغيير المفارش هيفرق جدا، وهتشوفي انت الفرق بنفسك. دي بقى الضرفه اللي انا بقول لكم عليها، انا بحط فيها اللبس الشتوي او الصيفي يعني على حسب الموسم. بعمل ايه برضو في نقطه كده بقول لك عليها برضو، يعني اعرفيها كده واستفادي منها السنه الجايه باذن الله عليكم خير. ان انا بحط الهدوم كده كل مثلا رصه مثلا بتاع عندي بنت من البنات او عندي عبد الرحمن مثلا هدومه فوق بعضيها. يعني الهدوم دي كده كل واحد معروف الرصتين بتوعه فين، فاهماني؟ عندي ما شاء الله الظرف عريضه لجوه غويطه بتشيل معايا كتير. فانا شلت الشتوي كله زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي انا بجيب لك يعني ايه، بصي مقطع مقطع كده، كل ما بشيل جزء من الهدوم بصوره ايه معاكم، تمام؟ بشيله مترتب ومتنظم كويس ومتطبق كويس عشان لما اطلعه تاني ما يتعبنيش في التطبيق. يعني باخد من الدولاب كده وارص برده في الظرف مكانها على طول. فهنا كده في نقطتين استفدناهم. اول حاجه انك لما تشيلي الملابس تشيليها ايه، بص متطبقه كويس جدا ومتنظمه فوق بعضيها. الحاجه التانية كل طفل من الاسره او كل فرد من الاسره هدومه كلها مع بعضيها، عشان لما تيجي تنزليها لو انت مش فاضيه حتى تنزلي الهدوم كلها، مثلا تاخدي كل يوم فرد، تاخدي الرصتين بتوعه او الثلاث رصات كده تروحي حطاهم في الرف بتاعه وتشيلي مكانهم الصيفي مثلا، تمام كده؟
ده بالنسبه ايه لتنظيم الهدوم اللي احنا شلناها خلاص. انا في الضرفه اللي انتوا شفتوها ديت انا حطيت فيها الملابس البيتي بس، يعني ما حطيتش جواكت ولا لبس خروج نهائي. نيجي بقى للدولاب نفسه، اغير المفارش. كنت بوريك المفارش اللي انا كنت حاطاها دي من بدري قوي ما غيرتهاش يا بنات. فانا جبت بدلها الرولين اللي انتوا شايفينهم دول كده. المفارش دي اصلا يا بنات المفروض ان الرول دوت بتاع مطبخ، بس انا عجبتني خامتهم جدا. في ايه بقى؟ الخامه دي ما شاء الله بتثبت على الرف، مش بتتزحلق خالص، وفي نفس الوقت برضو يا بنات لما بترصي عليها الهدوم بتثبت كده ما بتتزحلقش معاكي. تمام. الرول ده كان عامل كام يا بنات؟ 55 جنيه. انا جبت 2. طبعا انا سالت الراجل اللي اشتريت من عنده قلت له الرول كام متر؟ قال لي 5 متر. فانا حسبت الدولاب عندي محتاج حوالي 9 متر، فانا قلت ايه، يبقى 10 متر حلوين لو حبيت مثلا في زياده ولا حاجه. بس للاسف هو ما كانش صادق في كلامه، وطلع معايا الرول دوت حوالي 3 متر الا ربع يا بنات. يعني انا عندي الرف بتاع الدولاب عندي متر واحد، مقاس الرف عندي متر. تمام. انا قست يا دوبك ابصي كده مترين، وهتشوفي الجزء اللي فضل معايا. انا طبعا خدت الرول كده وقست رف واحد، وبدات ان انا اقيس كل المفارش على ايه، على المقاس الاولاني، لان يعني انا عندي كل المقاسات كلها واحده. فاهماني؟ كل الرف عندي كلها مقاس واحد. فانا قلت بقى هقيس يعني ال9 ارفف كلهم مره واحده، بس للاسف المفارش ما كفتش معايا. هتشوفي معايا دلوقتي. بصي الجزء اللي فضل معايا هو ده كده، ده اللي انت شايفاه ده كده مش مكمل متر، يعني الرول مش مكمل 3 متر. طبعا لما تيجي تشتري حاجه زي كده تركزي جدا وتسالي وتتاكدي، ولو تقدري تفتحي رول وتقيسيه قدام الراجل يبقى افضل. لان دلوقتي كده لو حبيت اروح اجيب تاني ممكن ما الاقيش نفس الالوان دي كده او نفس الشكل ده، فتحسي ان الدولاب متشكل بكذا شكل، مش كل المفارش لون واحد. فدي نقطه. تمام. جيت بقى ايه ان انا هنا احط بس المهم دلوقتي بقى تعالوا نفرش كده ايه الرفوف ونشوف. طبعا مسحت الرف الاول ولمعته كده ولمعت الدولاب. وبصي كده في جزء كده في الرف عريض كده، فلما حطيت المفرش كده مش مظبوط يا بنات، فخدت ايه، بصي يعني قصيت بالمقص كده من الجنب جزء. انا مش عارفه اشرح لك، بس الصوره طبعا بتتكلم عن نفسها. ارجعي المقطع ده كده تاني، هتلاقي كده ايه فتحت حته من الجنب كده بالمقص كده يبقى عشان اعرف ان انا ايه افرش المفرش كده مظبوط. تمام. وطبعا عندي المفرش مش فرش الرف كله. هقولك على حكايه الرفوف دي يا بنات. اصلا الرفوف دي مش بتاعه الدولاب، انا هقولك بس حكايتها. بس المهم ان انا ايه اهم حاجه عندي الجزء اللي بره يكون متغطي عشان الرف نفسه ما يتبهدلش معايا، وكده كده الجزء اللي جوه بيبقى الهدوم عليه ما بيبقاش باين. فاهماني؟ هبدا بقى انا اطبق الهدوم. وبصي بقى معايا كده، انا بحب اطبق الهدوم عندي تطبيقه محلات. فاهماني؟ اول حاجه بنقسم العبايه او الجلابيه كده نصين، سواء كانت صيفي او شتوي، ماشي، نصين. وبعدين تبداي برضو تجيبي الجنب ده وتفردي الكم والجنب التاني. بصي هوريكي كده في العبايه دي زي ما انت شايفه كده، العبايه معموله نصين. تمام. قسمناها نصين الاول كده، طبقناها نصين، وبعدين جبنا الجنب ده كده بالكم فردناه كويس، وبعدين ناخد الجنب التاني برضو ونمسك الكم برضو نفرده. اهم حاجه تفردي الكمام عشان ما تبقاش مكلكعه. لو في زونت زي كده برضو بتاخديه لجوه كده وتروحي تانية العبايه بالشكل ده كده، ولا اسهل من كده يا بنات. طبعا اهم حاجه يكون المقاس كله مقاس واحد. وبرضو الجليبه من نص كم نفس الكلام يا بنات. بصوا نفس الطريقه، اللي بيختلف بس معانا نص كم او كم. فاهماني؟ بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه بقى انت عندك هتبصي في الدولاب تشوفي مثلا مساحه الدولاب معاكي قد ايه. هتاخد مثلا ايه 4 صفوف جنب بعض او هتاخد 3 صفوف جنب بعض. اهم حاجه ان الصف يكون كله فوق بعضه مقاس واحد. يعني لو لاحظتي معايا كده الهدوم كلها، بصي انا بطبق بنفس المقاس، بقيس الرف بتاعي. وبصي معايا كده دي الجلابيه دي بنص كم، بس النص كم بتاعها مروح. بصي بقى بطبقه ازاي بالشكل ده زي ما انت شايفه كده اهو. واخد الجنب التاني برضو وامسك برضو النص كم بالشكل ده كده يا بنات، برضو اقسمها نصين كده، اطبق نصين يعني واروح ادلها. اهم حاجه بقى وانتي بتطبقي يكون عرض الجلابيه او الحاجه اللي بتطبقيها كلها قد بعضيها. ما تلاقيش مثلا حاجه اعرض شويه وحاجه ارفع شويه، لا تظبطي المقاس الايد. لو حتى هتجيبي كرتونه وتقيسي المقاس وتطبقي عليه. فاهماني؟ تحطي الكرتونه كده على الجلابيه لغايه ما تعرفي المقاس بتاعها كويس، وتبداي تتني الجنب ده والجنب ده على المقاس اللي انت عايزاه. فاهماني؟ اهم حاجه يكون ايه الرصه كلها فوق بعضيها مقاس واحد. وبصوا معايا كده يا بنات، دي بلوزه لما كنت بلبس فواتح يعني كان ايه، بصي هي زي ما انتم شايفينها كده مخرمه كده، عامله زي الشبك، وكان تحتيها شميز اوف وايت كده. طبعا انا بطلت البس فواتح يعني، وبلبس اسمر او كحلي او زيتي، الوان الغامقه دي، وما بلبسش جيب وبلوزات خلاص يا بنات. فالمهم انا ايه مش هرميها، يعني انا لبس الخروج كله وزعته. المهم دي مش مناسبه حد يعني، فانا قلت هخليها في البيت وهلبسها كده مثلا على بنطلون ولا حاجه، شكلها جميل برضو يا بنات. يعني مثلا لو انت عندك حاجه زي كده عادي، يعني مش هتناسب حد، البسيها في البيت على بنطلون ولا اي حاجه عادي. المهم نكمل تطبيق العبايات كده يا بنات برضو. بصي لو انت بقى عندك عبايه مثلا جايه اللي هي من تحت الديل بتاعها واسع شويه عن فوق، هنعملها ازاي؟ بصي اول حاجه كده هتتني الكم اهو بالشكل ده كده،
تمام. وتتني الجزء التاني كده، بصي انت عندك فيه زياده اهي، هتروحي تانيها لجوه كده زي ما شفتي معايا، وتروحي برضو عامله الكم كده اهو. بصي التطبيق كل واحد وكله مقاس واحد. تمام. ادي برضو البلوزه، هي كانت بلوزه طويله شويه يا بنات. المهم كده طبقت كده الهدوم كلها يا بنات بنفس الشكل، بصوا كلهم الحرف على الحرف، مفيش حاجه عريضه عن التانية. طب ده بالنسبه للتطبيق. طب التنظيم بقى والترتيب، لما تيجي ترصي بقى الهدوم، بصي تخلي الجلابيه اللي هي ام كم كلها صف واحد، الجلابيه من نص كم صف واحد، عبايه الاستقبال صف واحد، الترنجات مثلا في صف لوحديها. تنظمي الحاجه ما يبقاش كله على بعضه، عشان تبقي عارفه مكان كل حاجه، ولما تيجي تاخدي حاجه تسحبيها بمنتهى السهوله، ما تقعديش تدوري عليها. تمام. ده بالنسبه يعني القاعده دي هنمشي عليها على كل الملابس، صيفي شتوي حريمي رجالي اولادي. اهم حاجه كل حاجه تبقى لوحدها، هتريحي نفسك وهتريحي اللي بيجي يستعمل الحاجه او ياخد الحاجه من الدولاب. تمام. طب نيجي بقى لهدوم الرجالي، هدوم ابو سناء. بصي معايا كده، انا عندي مفيش مكان للبناطيل، انا مثلا بكوي طقمين على بعض واحطهم في شماعات، وبقيه الهدوم بطبقها يا بنات. بطبق البناطيل رول زي ما انت شايفه كده، الاسود ده كان بنطلون جينز، بطبقهم رول كده على قد المكان اللي موجود عندي في الدولاب. فانت شوفي مكانك يناسب ايه وطبقي. ده شروال عادي، فانا عادي بحطه مع التيشيرتات اللي هي من نص كم وحاجه البيت، فطبقته عادي، ما طبقتهوش رول. نيجي القمصان برضو اللي هي مش بتتكوي بقى، يعني هي طبعا بتتكوي قصدي، بس ايه يعني مثلا كاويه طقمين 3 خلاص، الباقي بيتطبق في الدولاب، مش بكوي الهدوم كلها عشان ما تتبهدلش. بطبق القميص بالشكل ده، مش تطبيق محلات بس في نفس الوقت متطبق حلو. بصي زي ما انت شايفه كده، ده تيشيرت اهو، برضو اجيب النص ده واتني الكم، واجيب النص التاني برضو تتني الكم. اهم حاجه تخلي اللياقه تكون في النص بالظبط، يعني وانت بتتني الجنبين تكون اللياقه في النص بالظبط، عشان ما يبقاش التيشيرت لو في رسمه تبقى جايه على جنب ولا حاجه، لا يبقى كله مظبوط. طب نيجي بقى للترنجات. بصي بقى طريقه تطبيق الترنج دي زي ما طبقت القميص معاكم دلوقتي. بصي التطبيق اللي هو العادي خالص، ماشي. بتجيبي كده ايه، بتطبقي ايه الترنج نصين على بعض بس بالعرض، وبعدين تجيبي الجنبين فوق بعض وتدخلي زياده من جوه وتتني كمام، وتحطي الزونت كده برضو وتطبقي كده اهو. بصي ما فيهوش اي حاجه. طب لما انا عايزه بقى اطبقه تطبيق محلات، خلي بالك بقى وركزي معايا، الطريقه دي برضو على كل الترنجات، ان كانت مثلا ترنجات بناتي ترنجات اولادي. الاول نقفل السوسته كده، لو هو بسوسته مثلا، مش بسوسته هنقفله عادي، ماشي يبقى عادي يعني. هنتني زي ما انت شايفه كده اهو، جبت كده النص اهو، بعدلك بس عشان يبقى ايه ناحيه الكاميرا اهو. هتجيبي النص اللي قدام تتنيه كده ايه على الظهر، والنص التاني كذلك برضو. اهم حاجه نفرد الكمام والزونت لجوه اهو. طب كده خلاص، لا هنخليه كده، وهنعمل خطوه كمان. البنطلون بقى بتاع الترنج هنجيبه كده برضو نطبقه كده، والعرض طبعا بقى لو طبقناه على عرضه هيبقى اعرض من ايه، من الترنج نفسه. فبنتني ايه جزء من البنطلون من الجنب كده عشان يبقى نفس المقاس بالظبط، وتحطيه جوه جاكيت الترنج، ماشي. وتتني الزياده كده من على الحرف. ممكن في ترنجات بتضطريش تتني الحته اللي هي ايه على الحرف دي، لا بتتني تانية واحده على طول، فاهماني. المهم كده انا عملت كده البنطلون جوه جاكيت الترنج، يبقى كده كل ترنج على بعضه يا بنات، فاهماني. يعني ما تجيش تحتاج الترنج مثلا تبصي تلاقي جاكيت الترنج في ناحيه والبنطلون في ناحيه، وبالذات الخطوه دي مهمه جدا للاطفال. يعني انت مثلا لما تخلي لابنك الترنجات داخل بعضيهم، حتى اطقم الخروج مثلا وفقي له مثلا البنطلون مع التيشيرت، الحاجات نظميها مع بعضيها، بص تلاقي لما يجي ياخد الحاجه هو ياخد حاجته بمنتهى السهوله، مش هيضطر يبهدلك الرف كله عشان حاجه باينه قدامه، هي اصلا كده كده باينه، مش محتاج ان هو يدور. كده ايه، بصي برده انا عملت ايه، بصي رصه القمصان كلها فوق بعضها. وبصي كده لو انا مثلا بعد ما طبقت لاحظت ان في قميص عريض شويه او كنس شويه، ابدا ان انا اشد من الجناب واظبط كله فوق بعضه. بصي بالطريقه دي كده اظبطي كده كل حرف فوق بعضه كده، بحيث ان يبقى كله بصي ماشي من الجنب كده خط واحد. طب لو في حاجه زياده اتني من الحرف زي ما انت شايفاني بتني بايدي كده، اتني ودخليها من الجنب كده عادي عادي خالص، مفيش مشاكل. المهم يبقى كله حرف واحد، كل حرف ماشي مع التاني. ونفس القاعده برضو هنطبقها يا بنات، اللي هي ايه، الترنجات كلها فوق بعضها، القمصان الخروج فوق بعضها، والتيشيرتات فوق بعضها، البناطيل الجينز لوحدها، فاهماني، كل حاجه لوحدها زي ما انت شايفه كده. يعني طبيعي اي حد هيعوز حاجه ياخدها بمنتهى السهوله. نيجي بقى هدوم عبد الرحمن، ودي دايما الهدوم اللي دايما عندنا متكركبه. برضو هنا كده بوريك الضرفه دي، خلاص انا كده بقفلها يا بنات. كل ما بلاقي حاجه معايا شتوي بروح احطها فوق كده. بس عايزه اقول لك بقى الاول بصوا بوريك الحاجات اللي فوق الدولاب دي البطاطين يا بنات، ومفرشين كده من بتوع سناء، حطاهم في شنط اللي هي بتاعت حفظ البطاطين والملابس يا بنات، اللي انا قلت لكم ان انا كنت بحط فيها البطاطين بتاعتي، بس انا دلوقتي احتجتها ايه لجهاز سناء. يعني انا البطانيه مثلا جايه في شنطتها، بحطها بالشنطه بتاعتها جوه شنطه تانية،
فاهميني، اللي انا حطاهم فوق الدولاب. عشان كان بس في حد من اخواتي ومتابعيني سالوني بنحفظ جهاز العروسه ازاي بالنسبه للمفروشات، يعني ما تحطيش حاجه في الارض خالص من المفروشات. انا حاطه فوق الدولاب زي ما انت شايفه كده، برده الدولاب في الدولاب اللي فوق حاطه فيها الفوط والملايات. اهم حاجه بس تحافظي على حاجه عشان ما تتبهدلش. وهنا بقى يا بنات بقيه المهزله بقى، هنا كده لبس الشتوي كله بتاع الخروج. بصوا انا حاطاه كله على بعضه، مع كمان غسيل. كنت لما غسيل مره واتنين ما طبقتوش، برده كنتوا عارفين بقى زحمه العيد وتنظيف بقى السجاد كان كله على بعضه بصراحه. فالمهم كده احنا قفلنا الضرفه اللي فوق دي كده خلاص بالهدوم الشتوي البيتي، واللي هو اللي على السرير ده كله الخروج بقى هقول لك برده انا هحفظه ازاي وفي مكان تاني، لان كده خلاص مفيش مكان في الدولاب. هدوم عبد الرحمن بقى انا برده طبقتها بنفس النظام يا بنات، زي ما قلت لكم، البناطيل لوحدها، الترنجات لوحدها، حاجه البيت لوحدها، اللي هي مثلا لو في تيشيرت مع شروال او حاجه. ونكمل برده تطبيق يا بنات. انا بعد لك القطعه مثلا مره واتنين عشان اثبت بس الطريقه، فهماني. برده قميصه بنص كم، بيتني القميص زي ما انتم شايفين كده، وناخد الجنبين مع بعض، ولو في زياده بتتنيها برده من الحرف كده، وبرده الزون تبقى من جوه اهو. بصي القطعه قد التانيه بالظبط. هنا برده البناطيل الجينز اهي، طبعا انا بطبقها عادي بقى، مش هعملها رول، لان في مكان في الرف بتاع عبد الرحمن ان انا اعمله البناطيل بتاعته، فاهمين يا بنات. وزي ما قلت لك اهم حاجه بالنسبه لملابس الاولاد، يعني اللي هو النظام اللي انا بقول لك عليه ده، تخلي كل حاجه لوحدها عشان يبقى ايه، يعني سهل الدنيا عليهم. مثلا ابنك عايز غيار وانت مش فاضيه مثلا تسيبي اللي في ايدك وتروحي تطلعي له غيار، او مش كل ما يعوز غيار تروحي تطلعه له انت، عوديه يبقى كل حاجه لوحدها، وفي نفس الوقت لما ياخد الحاجه ياخدها بنظام، ولو حاجه اتبهدلت يعدلها تاني. كده برضو انا طبقت هدومه كلها، وزي ما انتم شايفين برضو رصيتها كلها على جنب. بصي بناطيل الجينز كلها فوق بعضيها، هدوم الخروج لوحديها، وهكذا. طبعا انا هنا عامله حسابي الهدوم اللي في الغسيل اللي لسه هتطبق على السرير، وعندي غسيل كتير برضو كان عايز يتغسل لسه. فالمهم برضو عامله حسابي الحاجه، مش مثلا يبقى انا طبقت ورتبت الدولاب واجي بقى عندي غسيل كتير اجي اطبق الغسيل اللي كان منشور مثلا ما لقوش مكان في الدولاب، يبقى انا عملت ايه. فتعملي حسابك برضو في الغسيل اللي هو مثلا عندك لسه هيترص في الدولاب. ده بقى كده لبس الخروج يا بنات كله زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ان انا احطه في شنط. انا كان العادي بتاعي ان انا بحطه فين، في شنط سفر. كنت بحطه مثلا في الشنط اللي بتاعت التخزين دي، بس زي ما قلت لكم الحقيقه انا واخداها كلها، كل الشنط اللي عندي انا واخداها لجهاز سناء، ربنا يتمم لها بخير يا رب، هي كل البنات. فهو لفتره فاهميني. فانا مش هروح اجيب شنط تاني دلوقتي، والشنط غاليه عشان اخزن فيها البطاطين بتاعتي واللبس الشتوي والكلام ده كله، لا. فانا مشيت نفسي كده دلوقتي زي ما انتم شايفين كده بشنط، وهقول لك برده نحفظهم ازاي. برضو هنا بعمل ايه، كل بنت مثلا بحط هدوم الخروج بتاعتها مع بعضيها، بحيث مثلا يعني هي ما تعوز حاجه تبقى عارفه ان مثلا الشنطتين دول بتوعها، الثلاث شنط دول بتوعها، ما تقلبش الشنط كلها عشان تطلع حاجه. يعني ساعات في بدايه الشتاء كده بيبقى احنا لسه ما لبسناش شتوي، بس في الخروج بنبقى محتاجين لبس شتوي، بيبقى الجو ساقع بره، فيبقى سهل ان هي تسحب الشنطه اللي فيها الهدوم بتاعت الخروج بتاعتها، تاخدها بمنتهى السهوله، ما تقلبيش الدنيا كلها مره واحده. انا حطيت زي ما انتم شايفين كده في الشنط، وهقول لك في الاخر برده هقفل على الشنط دي ازاي. وبصي برده التطبيقه عشان برده الشنط تشيل معايا. بعمل الجواكت والحاجات دي رول يا بنات زي ما انت شايفه برده كده. بصي اهو بالشكل ده كده، وارص جنب بعضيهم كده. بصي تلاقي ايه، الشنطه شالت معاكي كتير. يعني المهم ان احنا نتصرف. انا اول مره اشيل في شنط يعني اكياس بلاستيك كده يا بنات، بس عادي يعني ادينا ايه بنتاقلم على اللي موجود يا بنات. تمام. وزي ما انتم شايفين كده، ما قلتلكوش بقى يا بنات الرفوف دي مش بتاعه الدولاب. انا يعني لو انتوا لاحظتوا كده الرفوف دي مش مدهونه اصلا، الدولاب كله مدهون اللي هو اللاكيه الابيض ده. اوضه النوم بتاعتي دي كانت عموله يا بنات، دي اوضه النوم اللي انا متجوزه بيها كانت عموله. وفوجئنا لما جم ولاد عمي وولاد عمتي جم يرصوا النزال بتاعي. كنا زمان العروسه ما بتروحش الشقه، وكمان كنت متجوزه في بيت عيله، فكان ما ينفعش خالص ان انا اروح يعني. فالمهم لما جم يرصوا الدولاب يا بنات ما لقوش رفوف في الدولاب، كان الدولاب كله شماعات. يعني 6 ظرف اللي تحت كل ضرفتين لوحديهم كده بيبقوا ايه 6 ظرف، كلهم شماعات، مفيش ارفف خالص، مفيش غير اللي هي ايه مثلا الظرف اللي فوق. طبعا مش هطبق هدوم واحطها فوق وكده. فالمهم ايه خلاص هم حطوا الهدوم وعلقوا على قد ما قدروا وطبقوا للاخر، يعني الهدوم حطوها في الدولاب من تحت كده تحت الشماعات على قد ما ايه اصرفوا على قد اللي موجود. يعني جيت بعد كده بقى ابو سنيه يعمل لي ايه ارفف، لان ما كنتش عارفه احط هدومي فين ولا احط المفروشات والملايات والحاجات دي، فعملها هو على ايده فاهميني. فتلاقيها ايه مش مدهونه ومش نفس الشكل بتاع الدولاب كده. المهم بقى بصي معايا كده الهدوم الخروج بعد ما حطيتها في الشنط كده، كل شنطه كنت بلبسها شنطه تانية من الناحيه التانية يا بنات، بحيث ان تبقى ايه الهدوم مش باينه فاهماني. يعني فتحه الشنطه الاولانيه تبقى من جوه من الداخل، عشان تبقى الهدوم متغطيه كويس برضه ما تتعفرش ما تتبهدلش معايا. كل شنطه عملتها بالشكل ده كده يا بنات. ونيجي بقى لاخر حاجه في اللبس الشتوي، وهي بقى ايه الكوفيات والطواقي والحاجات اللي زي كده بقى، اللكاليك والحاجات دي برضو جمعتها كلها في شنطه واحده يا بنات. مش هخليها بقى في الادراج كده بره مثلا الشتاء الجاي بقى تبقى مكركبه الدنيا وزحمه الدنيا، اصلا مفيش مكان في الادراج، يعني الادراج على الاخر فاهميني.
فانت عودي نفسك زي كده. اهم حاجه بس لما تيجي تشيلي الشتوي او الصيفي يعني كل موسم تنظمي الحاجه، تسهلي على نفسك عشان تطلعي الحاجه بمنتهى السهوله. وبالنسبه لتنظيم الدولاب زي ما شفتي معايا، لو مشيتي على النظام ده كده انت هترتاحي وتريحي الاسره كلها. تمام. وطبعا برضو اهم حاجه ايدك في الدولاب على طول، كل ما تطبقي غسيل تيجي ترصيه مثلا لو في حاجه متبهدله في الرف، لا استني بقى كده، اركني الغسيل اللي انت طبقتيه وساوي الرف الاول كويس وبعدين رصي اللي طبقتيه. بالطريقه دي كده هتلاقي عندك الدولاب متنظم طول الوقت. وانت حابه تطبقي الملابس مثلا بتطبيق المحلات، انا وريتك الطريقه ازاي. عايزه تستسهلي برضو وتطبقي تطبيق عادي عادي خالص برضو يكون منظم، مش معنى ان هو مش تطبيق محلات ان انا يبقى الدنيا مكركبه معايا، لا برضو زي ما شفتي معايا كده. ودلوقتي بقى يا بنات هبدا ان انا ارص اللبس الشتوي كله تحت السرير. انا طبعا رفعت المراتب ورفعت الملل، طبعا كنت حاطه برضو حاجات في جهاز سناء كتير تحت السرير، قلت لا انا فاضي تحت السرير ده خالص كده، اخليه بس البطاطين واللبس الشتوي. طبعا الاول كنست كده ونبدا بقى احنا نلمع الارض كده يا بنات مسحه سريعه كده برضو بالمعطر بتاع الارضيات. تمام. واهم حاجه طبعا نسيبها لما تنشف تماما، ما ينفعش تحطي شنط او تحطي حاجه والارض مبلوله، هتعمل معاكي ريحه كمكمه فظيعه، فاهماني. المهم سبتها لما نشفت خالص، ودلوقتي بقى ان انا ارص كده ايه الملابس والبطاطين. طبعا انا كنت مخزناها معاكم في الشنط ووريكم طريقه التخزين بتاعتي، رصيت كله كده ورجعنا المرتبه تانية يا بنات. وتعالوا بقى نكمل بقيه اللبس الصيفي. يعني اهم حاجه ان انا كده رصيت الشتوي كله مع بعضه كده يا بنات وتخلصت منه تماما، تحس الدنيا بقى رقت معاكي. نكمل بقى. عندي كده برضو درج للشرابات كده، غيرت طبعا مفارش اللي في الدرج ولمعت الدرج كويس جدا. وقلت ان انا ايه ارص الشرابات بالشكل ده. طبعا طبقت معاكم الشرابات قبل كده كتير، عامله درج واحد للشرابات والحزمه والكبات، ده كان الدرج بتاع ابو سناء. طريقه الشراب ان احط فردتين فوق بعضهم كده يا بنات وبعدين تعملي لهم رول، مش رول يعني طبقي مثلا طبقتين 3 كده وبعدين بتقلبي الحرف بتاع الشراب عشان يبقى كل فردتين داخل بعضيهم، مفيش فرد تتوه من بعضيها. ده بقى الدرج بتاع الخميره بتاع الطرح بتاعه البيت والطرح اللي هي بتاعه الخروج. حطيت كله على بعضه. طبعا كان في حاجات كتير زيادات برضو اتصرفت فيها، فاهميني. اهم حاجه برضو وخطوه مهمه جدا نسيت اقول لك عليها، كل ما تطلعي اللبس الصيفي او الشتوي لازم تتخلصي من اللبس الزياده اللي عندك. اللبس الزياده اللي يعدي عليه سنه ما تلبسهوش، سنه ما تلبسهوش تتخلصي منه على طول. في ناس اولى بيه، فاهماني. وفي نفس الوقت عشان ما يعملكيش طاقه سلبيه في المكان. ده الدرج كده بتاع الاكسسوارات بقى والتوك والحاجات دي. رصيت بقى في التوك كده، والتوك الجديده كنت جايباها معاكم في الفيديو بتاع عناية البشره وعناية الجسم يا بنات والنظافه الشخصيه. الفيديو ده جميل جدا بس للاسف ما جابش مشاهده عشان هو نزل في توقيت غلط صراحه. المهم فيديو مهم جدا يا بنات والله، تستفادوا منه كتير. هحط لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت عشان تستفادوا معايا. ونيجي بقى لدرج الخميره والطرح يعني. وبصوا بقى الطريقه دي يا بنات كده بتسهل لك برضو ان انت تاخدي الحاجه بمنتهى السهوله، كل الالوان واضحه قدامك زي ما انت شايفه معايا كده. بنطبق الحاجه كلها مقاس واحد وبرده الحاجه بسيف كده يعني. بصي ايه الحرف بتاعها يكون باين كده، ما تطبقيش كله فوق بعضه وتبقى عايزه طرحه تبداي ايه تشيلي كل الطرح اللي فوق عشان تجيبي الطرحه اللي تحت، لا يبقى كله فوق بعضهم زي ما انت شايفه. المكان الفاضي دوت انا بقولك عشان عندي لبس كتير بره في الغسيل برده. طبعا انا كده كده بخرج بغوامق زي ما انتم عارفين، الاسود كتير قوي بره. كنت ايام العيد بقى كنت كل يوم بنزل اشتري حاجات، طبعا قلت لكم التصوير ده قبل العيد يا بنات. فالمهم كان ايه يعني انا عامله حساب برضو الحاجه اللي في الغسيل زي ما قلت لك، ما اجيش ارصها ما الاقيش مكان اقلب بقى كل الدرج او الرف كله. وكده يا بنات دي طريقتي في تطبيق وتنظيم وترتيب الملابس والدولاب والادراج. طبعا لسه في فيديو تاني للمفروشات، طبعا دي بقى ايه بص موضوع تاني بقى. المفروشات دي بقى هقول لك على تكات كده هتخلي الدولاب ده ولا دولاب العروسه. ان شاء الله نعمله فيديو لوحده كده يا بنات عشان الفيديو ما يطولش عليكم. واتمنى اكون افدتكم النهارده يا بنات. ولسه طبعا هنعمل مع بعضينا الغدا، بس طبعا اكيد ما حطيتيش اللايك، نسيتي تحطي اللايك. ما تنسونيش يا بنات، اللايك بيرفع الفيديو عشان الكل يستفيد. وتعالوا بقى نشوف كده الغدا بتاعنا. وهنعمل ايه النهارده يا بنات؟ هنعمل صينيه مكرونه بالبشاميل بس تحفه، وهنعمل سمبوسه بالجبنه برضو. تعالوا بقى شوفوا المقادير بتاعتنا كده. طبعا جهزت معايا المكرونه، معايا السمبوسه، معايا لحمه مفرومه للمكرونه. بصوا معايا السمبوسه دي اسمها الريف، بس تحفه يا بنات ما شاء الله جميله جدا. وبصوا جبت علبه جبنه عشان هنحشي منها السمبوسه، واخد منها جزء برضو احطه في البشاميل اللي بيطعم البشاميل اللي بتبقى تحفه جدا. معايا برضو هنا شويه فول صويا، نص مج كده يا بنات، غسلته كويس وبقى ايه نقعته كده بميه سخنه عشان نزود بيه اللحمه. كنت حاطه بقى حله على البوتاجاز كده بميه تغلي عشان المكرونه، حطيت المكرونه شويه ملح. نقلب بقى المكرونه كده
جهزت بقى هنا معايا كده البصل للحمه عشان اعصج اللحمه، والمكعب ده بقيت اللي حطيته ده مكعب من الدهن، كنت مسيحه دهن، ودي ايه القطع اللي بتطلع يا بنات بعد ما تسيحي الدهنه كده، بحطها في علبه كده واعملها مكعبات كده، وايه ازود بيها اللحمه مثلا معصجه، لو كفته ولا حاجه زي كده مثلا، هتعملي حواوشي برده تبقى جميله. المهم برده ايه شوحنا بقى البصل كده، نزلنا عليه بقى ايه اول حاجه الفول الصويا يا بنات، مش اللحمه، تمام. ونشوحهم مع بعض كده، وننزل بقى بالتوابل، طبعا فلفل اسمر، 7 بهارات، شويه كاري، شويه بابريكا، بابريكا طبعا بتدي طعم حلو جدا، ونشوح كله مع بعضه كده، شويه ملح طبعا. ليه بقى بقول لك الفول الصويا الاول؟ عشان يتبل كده من التوابل ومن البصل، ولونه يتغير مع البصله كده. لو حطيت اللحمه الاول بعدين جيتي حطيت الفول الصويا هتلاقيه باين، انما لو حطيته هو الاول مع البصل ملامحه بتروح، فاهماني؟ ما بيبقاش باين. المهم بقى ايه معايا البشاميل كده، انا ما عنديش شوربه في الفريزر يا بنات، فعملت ايه خدت شويه ميه من سليق المكرونه، ونزلت عليهم بكيس لبن، ونزلت عليهم بمج ونص دقيق، كله على البارد على فكره، يعني انا مش مسخنه اللبن ولا مسخنه حاجه، بصوا كله على البارد كده، وقلبتهم كلهم مع بعضهم بالمضرب كده يا بنات. المهم كده برضو ايه الفول الصويا كده تشوح معانا مع البصل، رحت نازله باللحمه، وهنبدا برضو ان احنا نفتتها كده قطع. نرجع للبشاميل تاني زي ما انت شايفه معايا، وهنا بقى رفعته على النار يا بنات، ولعت البوتاجاز عليه يعني، ونزلت بقى بمعلقه جبنه كده، ومعلقتين سمنه، وشويه فلفل اسمر، وشويه 7 بهارات، وشويه ملح. عندك مكعب مرقه دجاج حطيه برده بيطعم معانا جدا. واهم حاجه بس ايدك على طول ما انت واقفه كده بالمضرب تقلبي كويس كده عشان البشاميل ما يكلكعش معاكي. برده اللحمه بنفلفل فيها زي ما انت شايفه، بصي ما بقى يعني الفول الصويا مش باين خالص يا بنات، ما شاء الله اللهم بارك يعني. برضو بعد ما حطيت اللحمه برضو حطيت توابل تانية يا بنات عشان طعم اللحمه كده، برضو شويه فلفل اسمر، يعني شويه 7 بهارات، سنه قرفه، سنه جنزبيل، ولتهم كلهم مع بعض. عندنا البشاميل برضو تقل معانا كده، طفيت بقى عليهم كلهم يا بنات، وجهزت بقى الحاجه بتاعتي. دي ده بقى اقفل الصينيه بتاعتنا. خدت شويه بشاميل الاول في طبق بره كده عشان دول انا هحطهم على وش الصينيه من فوق. جبت بقى معايا صينيه دهنتها كويس قوي بالسمنه، وهبدا ان انا ايه اعمل قاعده كده بالبشاميل زي ما انت شايفه كده، نوزع البشاميل كويس، تمام. وكده بقى معايا البشاميل اللي في الحله كده، انا مش عايزه منه حاجه تاني بقى، فهحط المكرونه كلها عليه، وابدا ان انا اقلبها كده يا بنات. بصوا دي طريقتي، حلوه جدا للمبتدئين، وحلوه في العزومات، وسهله جدا على اي حد، وما شاء الله بتبقى تحفه. يعني انت لما بتحطي المكرونه كلها كده مع البشاميل بتطعم، فاهماني؟ غير لما تحطي البشاميل طبقات والمكرونه تحطيها من غير اي حاجه، ما بتبقاش حلوه بصراحه. فاهم حاجه كده، بصي انزلي المكرونه كلها على البشاميل وقلبي كده، لما ايه تشرب من البشاميل كله كده بتبقى طعمه بقى يا بنات ما شاء الله، يعني اخر طعامه. نبدا بقى ناخد كده نص كميه ونحطها برده في الصينيه كده يا بنات، نعمل الرق الاولاني كده من المكرونه. وفي هنا بقى ايه بصوا غلطه انا عملتها، انا عندي دايما صاج كده مستطيل ده مخليه دايما المكرونه بالبشاميل، بس ما كانش فاضي يعني الصاج ده، او صينيه كبيره يعني كده، فالمهم عملت في الصينيه المربعه دي، فكانت الكميه كتيره على الصينيه، يعني الصينيه حرفها قصير مش مرتفعه كده يا بنات. فخلي بالك من النقطه دي، المكرونه بالبشاميل بتحب الصاج يكون الحرف بتاعه عالي، فاهماني؟ لان انا لما عملتها كده في الصينيه دي، عبال ما حطيت بقى الرق التاني والوش البشاميل من فوق، وبقيت احط البضايه كده، بقت بتنزل من الجناب، وحتى وهي في الفرن برضو بقى ايه كل شويه تنزل من الجناب كده. فبرضو خلي بالك دايما المكرونه بالبشاميل تبقى عايزه الصاج يكون الحرف بتاعه عالي يا بنات. حطيت بقى هنا كده الحشو في النص، ونزلت بقيت ايه كميه المكرونه وزعناها كويس كده، ونزلت بقى ايه بالبشاميل اللي كان فاضل معانا. عايزه اقول لك بصي البشاميل تحفه ما شاء الله اللهم بارك، عامل زي الكريمه، وبرده طعمه تحفه. الجبنه اللي بنحطها بصي حطي اي جبنه، يعني احسن من الجبنه الموتزاريلا بصراحه. الجبنه الموتزاريلا زي ما قلت لكم كمان بتدينا مطه بس مش بتدي طعم، انما اي جبنه بتحبيها حطي، جبنه كيري، جبنه فيتا، اي حاجه حطيها بتبقى جميله. المهم بقى ننهي بقى كده الوش كده بالبيضايه، ضربت البيضايه كده بشويه فلفل اسمر وشويه ملح وشويه لبن صغيرين برده كده عشان البيضايه تتوزع كويس يا بنات، تمام. وزي ما انتم شايفين بصوا البيض كان بيقع من الجناب اهو، كل شويه امسحه. اهم حاجه زي ما قلت لك بس تخلي بالك يكون الصاج بتاع المكرونه بالبشاميل لازم يبقى عالي زي ما قلت لكم كده. نمسح بقى حرف الصينيه كده عشان ايه الحروف دي يا بنات بتتحرق، اولا بتعمل ريحه وحشه جدا، وبتبقى صعبه بعد كده في التنظيف لما تيجي تنضفي الصينيه. ناخدها بقى على الفرن كده على الرف اللي في النص يا بنات، خليت حوالي ساعه الا ربع كده، هي كل حاجه مستويه بس برضو ايه عشان تتطعم مع بعضيها كده وتديها لون حلو كده. نيجي بقى للسمبوسه، خدت منها جزء يا بنات وشلت الباقي كده في الكيس عشان بس ايه ما تنشفش معايا. وانا عندي هنا بعمل السمبوسه بقى بعملها في الفرن، مش بقليها في الزيت عشان ما تبقاش تقيله كده كلها زيت وتبقى دسمه يعني. الطريقه دي تحفه تحفه ما شاء الله، وتبقى مقرمشه وجميله برضو. بص بقى طريقه تطبيق السمبوسه كده زي ما انت شايفه اهو، بصي بالشكل ده كده منتهى السهوله.
بتعملي جراب كده وتبداي ان انت تطبقيه كده. طبعا حطيت الحشو عندي جبنه، كنت عايزه احط فلفل الوان بس عندي عبد الرحمن مش بيحب الفلفل الالوان خالص، فقلت يعني كفايه الجبنه لوحدها كده. تمام. يعني اعمل معاكم كمان واحده، وبصوا برده فيها عيب حته مقطوعه اهو. هنعمل فيها ايه زي ما انت شايفه معايا، تانية كمان، يعني احنا بنتني ايه، بنتني تانيتين ونحط الحشو، لا يعني اتني كمان تانية تالتة لما يكون في عيب زي كده، او طبقي بالشكل ده كده، وندهن برده الحرف كده بالسمنه. ولما يكون في عيب يا بنات تخلي العيب في ورقه السمبوسه من تحت، يعني ما تخلوش باين كده في الورقه من فوق خالص، لا خليه مكان الحشو كده مع الطبقات بقى هيتدارى ومش هيبقى باين خالص، فاهماني؟ او عملتهم كلهم بالشكل ده كده يا بنات ما شاء الله. ونبدا ان احنا ندهن الوش بتاعها. طبعا الصينيه برده كانت مدهونه بالسمنه، وتدهني الوش بتاعها برده ونحطها في الفرن. طبعا في الوقت ده كده الاول بس انا ايه بشيل بقيه السمبوسه كده احطها برده في الفريزر تاني يا بنات، عشان بس ما تنشفش معانا ما يجراش حاجه. وبصوا كده كانت معايا بقى صينيه المكرونه ايه يعني استوت كده وخدت لون من تحت، حطيتها على الرف اللي فوق تاخد معايا لون كده، وحطيت بقى ايه السمبوسه في الرف اللي في النص 5 دقايق كده، بصيت عليها قلبتها بقى يا بنات لان هي مش هتتحمر معاكي، لا اما مثلا ايه تاخد وش من تحت وبعدين ترفعها ايه تحت الشوايه تاخد معاها لون، بس في الغالب بتتحروق لان هي ما بتستحملش الشوايه. فانا بفضل ان انا اقلبها واسيبها على الرف اللي في النص. وزي ما انتم شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك يا بنات، شايفين الجمال ما شاء الله، درجه التحمير بتاعها جميله جدا، والمكرونه ريحتها تحفه ما شاء الله يعني اللهم بارك. سبتها بردت حوالي مثلا 10 دقايق كده يا بنات، لان كان خلاص بقى ايه ميعاد الغدا. فبدات ان انا اقطعها، بصي مش هتطلع مكعبات كده او مربعات، لا لان هي لسه سخنه. بس مش مشكله بقى، بحاول اقطعها على قد ما اقدر كده يكون يعني مكعبات كده. وبحط بقى بصوا في الطبق كده، يعني مثلا بتحطي مثلا ايه خرطتين كده من المكرونه، ونحط جنبيهم مثلا ايه واحدتين سمبوسه كده يعني يا بنات. بصي بقى التقديم بقى ايه بالشكل ده كده. وكانت احلى غدوه يا بنات، عايزه اقولك برضو يعني ايه غدا اقتصادي كده برضو مش مكلف، بربع كيلو لحمه مفرومه وحشينا السمبوسه بالجبنه كده، بس اكل جميل ما شاء الله يعني يا بنات بالف هنا وشفا. قدمت لهم بقى الغدا، طبعا قطعوا بقى خيار جنب الاكل كده بقى، وخدوا الكاتشب اهوت بره، بيحبوا يحطوا الكاتشب مع المكرونه البشاميل والسمبوسه، يعني هم بيحبوا الكاتشب مع اي حاجه يعني. وكده خلص يومنا النهارده يا بنات، وخلص الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا، وما تنسوش اللايك يا بنات وكومنت حلو منك تقولي رايك في الفيديو. ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.